بنفضل نقرا كتب كتير ومش بنفتكر حاجه، ولو حد سالني على اي معلومه جوه ده هفتكر قشور بس من المعلومات، ممكن اكون نسيت اصلا الكتاب ده بيتكلم عن ايه. زي كتب المدرسه كده. انا عمر ابو رزق وجاي اقول لك ازاي نفتكر اي حاجه بنقراها او بنذاكرها. اول حاجه انك تركز في الحاجه اللي بتقراها، وكنا اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت عن التركيز، ولو ما سمعتهاش فانا هقول لك ان التركيز بيكون انك بتتخلص من كل المشتتات اللي حواليك، وقلنا الكلام ده كله وشرحناه في الفيديو اللي فات، والفيديو ده هتلاقيه تحت في الديسكربشن، اما تخلص الفيديو ابقى اسمعه. وتاني حاجه بقى انك تعلمها لحد تاني. عن نفسي انا بعمل كده طول فترات حياتي. في الثانويه كنت بشرح لاصحابي هنا على القناه مسائل فيزياء، افتكر ان انا في ثالثه ثانوي كنت بجيب الحاجه واشرح لها عن الفقه والتوحيد والحديث وتفسير القران لان كنت ازهري. وبرضه في الجامعه كنا بندخل ديسكورد كلنا ونشرح لبعض الماده، يعني بنستكشفها بمعنى اصح. اي حد حضر اي محاضره او عارف اي معلومه كان بيقولها لنا، وبكده المعلومات عندنا كلنا تثبت، سواء انت سمعت معلومه وجيت تشرحها لنا او انت اوريدي حد شرحها لك. وتالت حاجه انك تكتب المعلومه اللي انت بتذاكرها، ومش شرط اللي انت كتبته ده تحتفظ بيه، حتى لو هتكتب في ورقه قديمه وتقطعها. المهم هنا انك تكتب. كل ما بتستخدم حواس اكتر وجهد اكتر ان انت تثبت المعلومه فهي بتثبت. فاللي قرأ كتاب بس كده مجرد القرايه مش زي اللي كتب نوت او عمل هايلايت او سمعه من اي ابلكيشن وتناقش في محتوى الكتاب ده مع حد تاني. فكل ما بتبذل جهد اكتر في الحاجه كل ما بتثبت المعلومه. ورابع حاجه انك تتخيل اللي بتقراه وتفاعل معاه، ده لو ينفع يعني. بمعنى انك لو بتذاكر ان محمد علي مسك المماليك في القلعه وعمل فيهم اللي عمله، انك تتخيل الموضوع ده وتشوف قدامك الحاجه اللي حصلت، ده هتثبت المعلومه اكتر وتفضل فاكرها. وعيش اللحظه بقى وافضل اتخيل هم عملوا ايه. وفي الكيمياء مثلا اعرف ان النحاس مش طماع وياخد واحده اهو، وان كل جبار ظالم جاته داهيه في حساب المثلثات، وجمله قد بجد في التجويد. فهمتني ليه انا فاكر الحاجات دي؟ عشان انا عشت اللحظه دي وفهمتها واتكررت قدامي كذا مره. ونصيحه مني، لو هتقرا اي كتاب شوف الريفيوز بتاع الكتاب ده بحيث ما تضيعش وقتك على الفاضي، او انك تضيع وقتك على كتاب مش بنفس الاهميه اللي انت متوقعها. والحاجه الوحيده هي التكرار. التكرار ثم التكرار ثم التكرار ثم التكرار. وده كان فيديو بسيط اتمنى يكون ساعدك. وكالعاده لو عندك اي صاحب يستفاد من المعلومه دي حاول تبعت له الفيديو، وما تنساش تكتب اي كومنت عشان ده بيفرق معايا نفسيا وجسديا. وده كان الفيديو السابع من سلسله خطوه للتغيير. اتمنى الفيديو يكون ساعدك. انا عمر ابو رزق وبتمنى لك التوفيق. دمتم بخير. سلام.